إخوان الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خالد بادي لو بروفيسيونيل كانا. إن شاء الله اليوم جيتكم بواحد الخبر جد صار. بزاف ديال الناس كانوا كيتسناوه، كثير ديال الناس كانوا دائما كيسولوني امتى غتجي للجزائر. اليوم إن شاء الله حان الوقت. تلقيت جوج ديال الدعوات للحضور يعني تنشيط ولا اجراء دوره تدريبيه بالجزائر. الدعوه الاولى كانت من طرف خويا وحبيبي السي عصام الدحماني اللي عنده المركز ديالو لتربيه وتدريب الكلاب بولايه ميلا. والدعوه الثانيه تلقيتها من الجمعيه المركزيه الجزائريه لتربيه الكلاب. جوج ديال الدعوات، يعني الحمد لله الاخوه الجزائريين اخيرا يعني بغاو يوصلوا هاد الولاعه هادي لابعد المستويات. وان شاء الله كنتمنى جاهدا من القلب ديالي الخاص انهم يلقاو المبتغى ديالهم، لانهم ناس كيخدموا، ناس واعيين، ناس مثقفين، ناس خاصه مولوعين وكيحبوا شي حاجه سميتها الكلاب. كنعرفهم كاملين جميعا، يعني الاصدقاء ديالي وكنعرفهم وعند كتربطني بهم علاقات طيبه. دوره تدريبيه ان شاء الله غتكون في شهر 6، في البدايه ديال شهر 6. باقي التاريخ باقي ما حددتوش، غادي نشوف نحاول كيفاش ندير باش نحدد التاريخ، وان شاء الله فاش غيتحدد التاريخ غادي نديروها في الصفحه ديالي على الفيسبوك وغنعلموا جميع الناس. ما تنساوش تحضروا بكثره الدراري، بكثره. راه المبتغى ديالنا هو نوصلوا هذه الولاعه هذه لابعد المستويات. كان الحلم ديالي انا شخصيا اننا نوصلوا، ولا حنا العرب نوصلوا المسابقات عالميه ودوليه. علاش لا؟ حان الوقت، هذه هي الوقيته باش نوصلوا بعيد في هذه الولاعه. عندنا امكانيات، عندنا طاقات، عندنا ناس باغيين يخدموا، وخاصه عندنا ناس مولوعين كيحبوا شي حاجه سميتها الكلاب. انا بدوري يعني غنحاول ما امكن انني نعطيكم كل ما عندي في تربيه وتدريب الكلاب. اخر ما كاين، اخر المستجدات، اخر الطرق غادي تكون عندكم ان شاء الله في هذه الدوره التدريبيه. العلم ان هذه الدوره هذه ما هي الا بدايه لدورات تدريبيه اللي غيجيو ان شاء الله وحده مورا وحده. حاولوا تجيو بكثره، حاولوا تحجزوا المقاعد ديالكم في اقرب وقت، لان يعني كنظن ان المقاعد غتكون محدوده. تبارك الله عليكم. كان معكم خالد بادي من القلب.